في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك الأسبق. أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بشكل رسمي أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي نجم فريق الزمالك الأسبق بعد سبه للأهلي. وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحاته إن الأهلي سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي بعد سبه للنادي الأحمر في مقطع فيديو مصور. وظهر مدحت عبد الهادي في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية عقب فوز الزمالك أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء الماضي، وهو يسب النادي الأهلي بألفاظ نابية. وكان الزمالك قد حقق الفوز على حساب نظيره سموحة في الجولة الماضية بهدف دون رد ليعزز تصدره جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز ليقترب بشكل كبير من حسم لقب المسابقة المحلية. ويكفي الزمالك الحصول على نقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في ختام موسم الدوري الممتاز ليعلن بشكل رسمي تتويجه بلقب المسابقة المحلية.